والكأس إلى الأردن إن شاء الله. تحية الجزائر وتحية الجزائر وتحية السعودية، والكأس إلى الأردن إن شاء الله. عطني توقعاتك. شوف المباراة ما هي بسيطة. شفت التعليق. المباراة ما هي بسيطة. حيث ان حتى المنتخب المغربي انا اعتقد انه يلعب الصف الثالث او الثاني على ما اعتقد. فلذلك شوف الاردنيين رايح يبدعون في هذه المباراة. لكن النتيجة للمغرب. يعني اللي ياخذ البطولة منه المغرب. مع ديما مغرب. félicitations, مبروك, félicitations au Maroc pour avoir gagné cette magnifique coupe arabe de la FIFA competition. Great host, minus the Emir, to all the Qataris for uniting the world, for uniting the Arabs. Tonight, 18th of December, 3 years after an epic final of the World Cup, an epic final of the FIFA, Arabs are still celebrating. Beautiful. This competition is one to become of the biggest FIFA competitions of all times. Stay tuned, more to come. Bye bye. انه ابغى العب كاس العالم 2040 و2045 يا حبيبي هذه اخر مباراه لي مع المنتخب المغربي، وانا جد سعيد بهذا اللقب اللي هو تعويض لسنوات عجاف مع المنتخب، سنوات اللي كنت اتمنى اني اكون فيها وان تعطى قيمه حمد الله على اساس قدم الاضافه للمنتخب، لكن للاسف جات متأخرة وفي آخر مطاف جات، يعني هذا هو الأهم يعني، والحمد لله. احكي لي فقط والله بدي يجاوب عليه. سترى العادة التي لا تتغير والحضور الذي لا يغيب والمشهد الذي يتكرر، سترى الانتماء الذي لا يحزن محبيه، سترى السعادة في كل مكان، سترى ودينا الكاس، ودينا كاس العرب الدراري، وبرافو السكيتاوي، ودينا الكاس اخوتي وعقبال الركراكي وصير معنا الركراكي راسك، ودينا الكاس الدراري.
بقيت شيء من الارض علمني